تعالَ نوضّح المشكلة في كلوب والّا في أرنولد من خلال مثلًا يعني لقطة كده في مباراة النهارده. هي اللقطة دي بتتكرر كتير ولكن أنا هاتكلم عن لقطة واحدة. يعني المشكلة في أرنولد والّا في كلوب في نظام لعبه أو في نظامه الجديد اللي هو بدأ بيه الموسم ده. كلوب بييجي في مرحلة الbuild up أو مرحلة البناء، بيبتدي إن هو يشتغل بالاتنين سنتر باك أو هنتكلم عن النهارده كان كانوتيه وفان دايك، وبيبتدي يخلي أرنولد يخش للعمق. لما أرنولد بيدخل في العمق بيبتدي يحرر شوية هندرسون ويبتدي يشتغل بيلد اب عن طريق الاثنين سنتر باك، وممكن ريفيرسون لو في مساحة يطلع، ما كانش في مساحة بيبتدي يكون يعني متوسط. بيبتدي يشتغل في مرحلة البيلد اب ويبتدي يشتغل ويدور الكورة. الهدف من الفكرة ديت ان هو لما كانوتيه يستلم وصلاح يقدر يعمل سقوط بحيث ان هو يسحب معاه لعيب ويفضي فيه ظهره. طبعا المفروض ان هو هيفضي في ظهر اللعيب اللي ماسكه عشان خاطر هندرسون ياخد فيه المساحه ديت. وده بالفعل حصل برضو النهارده، وقدر ان يهدد المرمى اكتر من مره عن طريق الشكل ده او عن طريق البيلد اب ده. ولكن هنا المشكله في مرحله البيلد اب وانت شغال في البيلد اب وارنولد في منتصف الملعب جنب فابينيو. الكره لو اتقطعت في المساحه ديت بيبتدي اي خصم او اي منافس يلعب في المساحه ديت اللي بتظهر مكانه، فبتتلعب الكره في المساحه ديت. وظهرت النهارده في الهدف اللي تلقاه ليفربول. بيبتدي كانوتيه غصب عنه ان هو يضطر يطلع يقابل، فطبعا بيكون في مساحه هنا، المساحه ديت بيظهر فيها لاعب وبيضطر فان دايك انه يطلع يقابل، فبيبقى في لعيب في ظهره لان برضه ريبيرسون مش بيلحق يرجع بالسرعه الممكنه، او بيكون في لعيب في ظهر ريبيرسون فبيبقى في زياده عدديه في المنطقه دي. فانا من وجهه نظري ان ترينت مش في مستواه الموسم ده، ولكن المشكله من وجهه نظري في السيستم بتاع كلوب، السيستم اللي هو بدا يدخل ترينت في منتصف الملعب. برضو انت ممكن تقول لي رايك او وجهه نظرك، لان يعني الموضوع ما فيهوش صح او غلط.